بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها إيريس وهي على السرير ومش عارفة تنام بسبب تفكيرها طول الوقت في ماسيو ابنها، واللي بيكون مات وهو عنده 7 سنين، ومش بتكون قادرة تستوعب انه خلاص مات. وبتبص جنبها فبتلاقي اللعبة بتاعته، وبتقرر تروح تزور المكان اللي مات فيه. ولما بتوصل هناك بتطلع فوق الصخور علشان توصل للمكان اللي ابنها وقع من عليه، وبتروح تشوف صوره اللي موجودة هناك من يوم الحادثة. وبعدها بتحفر اسمه على الشجرة اللي في المكان، وبتبص حواليها وتفتكر اليوم اللي ماسيو مات فيه. وبنعرف ان في اليوم ده هم كانوا جايين يخيموا، واتفاجئوا انه وقع من فوق الجبل وطبعا بيكون مات. في الوقت الحالي إيريس بتكون منهارة وحالتها النفسية صعبة جدا، لدرجة انها بتقرر ترمي نفسها من فوق الجبل، وده علشان تموت زي ابنها ماسيو. ولحسن الحظ ان في شخص مجهول ظهر، وعلى اخر لحظة منعها من اللي كانت هتعمله في نفسها. فبتستغرب منه لانها اول مرة تشوفه وبتسأله هو مين، فبيقولها انه ما يعرفهاش وان اسمه ريتشارد. وبيحاول يتكلم معاها بهدوء عن الأضرار اللي متعودة عليها لما تفكر طول الوقت في إنهاء حياتها بنفسها، وبيفهمها إنه بيحب يجي المكان ده كل فترة علشان يهدي أعصابه فيه. ولما بيلاقيها ساكتة بيحكي لها موقف حصل معاه زمان، وده لما كان لسه في الجامعة وحالته المادية والاجتماعية كويسة، ولكنه ما كانش مرتاح نفسيا. وقتها كان معاه عربية حلوة جدا وأي حد يحلم بيها، لكنه عمل بيها حادثة قبل حفلة تخرجه بكام يوم. وللأسف كلوي خطيبته كانت معاه في العربية وقت الحادثة، وحالتها كانت صعبة جدا وتوفت بعدها على طول. أما هو فكان متصاب بكسور في إيده ورجليه، واضطر إنه يفضل مرتاح في البيت ل 78 يوم وما حضرش حفلة التخرج وقتها. وبيقول لها إنه خلال الفترة دي حس بقيمة كل النعم اللي كانت معاه، وإنه ما حسش بيها غير بعد ما ضاعت من إيديه، وبقى بيتمنى إنه يلاقي حاجة واحدة منها بس. وبينصح أريس تعيش حياتها وتنسى اللي فات، وتبدأ تدور حواليه عن الحلو في حياتها. فبتسمع تريس كلامه وبتبدأ تحكي له عن حياتها والظروف اللي تعرضت لها، وإنها فقدت ابنها في المكان ده، وده اللي خلاها حالتها النفسية كده. وبعد ما بتخلص كلام، ريتشارد بيقول لها إنه مش هيجبرها على حاجة، وكان بيقول لها نصيحته مش أكتر. وقبل ما بيمشي بيعرفها إنها تقدر تعمل اللي هي عايزاه لأنها حرة ومفيش حد هيقدر يمنعها. لكن أريس بتكون اقتنعت بكلامه وقررت تمشي من المكان علشان الأفكار دي ما تراودهاش تاني. ولما بتنزل تحت بتلاقي ريتشارد مقرب عربيته من عربيتها كده، بالرغم ان المكان مفيش حد راكن عربيته هنا. واثناء ما هي بتتكلم معاه بتلاحظ انه ماسك مظله، فبتساله جايبها معاه ليه مع ان الجو حلو النهارده ومفيش امطار ولا اي حاجه. فبيفهمها انه جايبها احتياطي لو حصل اي حاجه. وفجاه بيقرب المظله دي منها وبيكهربها بيها، وبعدين بيربط ايده ورجل اريس وبيحطها في الكرسي اللي ورا في شنطه العربيه. وبعد شويه بتفوق وبتلاقي ريتشارد سايق، فبتحاول تفك ايديها عشان توصل للساعه بتاعتها وتطلب الشرطه. لكن ريتشارد بيلاحظ اللي هي بتعمله، فبيعرفها ان المكان اللي هم فيه مفيهوش اشاره. وفي الوقت ده إيريس بتفتكر انها سابت تليفونها على الشاحن الصبح قبل ما تخرج من البيت. وبعدها ريتشارد بيتكلم معاها وبينصحها تبطل محاولات معاه لانه مر بكل الضحايا اللي قبلها. فبتتصدم إيريس لما بتعرف انها مش اول مره ليه يعمل كده، وبتقول له ان جوزها مش هيسيبها مختفيه كتير وهيفضل يدور عليه لحد ما يلاقيها وينتقم منه. فريتشارد بيضحك على كلامها وبيعرفها انه واخدها الكوخ في الغابه محدش يعرف مكانه غيره. وفي اللحظه دي إيريس بتفتكر الاداه الحاده اللي استخدمتها في حفر اسم ماسيو على الشجره، وبتمد ايديها في جيبها علشان تطلعها. واثناء ما هي بتحاول تعمل كده بتفضل تتكلم مع ريتشارد علشان تشتت انتباهه، وبتنجح في انها تطلع الاداه الحاده دي من جيبها. وفجاه بتهجم على ريتشارد وهو سايق وبتكون عاوزه تخلص عليه، والعربيه بتتحرك بطريقه عشوائيه لحد ما بتتخبط جامد وجزء منها بيتكسر. وبنشوف إيريس وهي ماسكه حزام الامان ولفها حوالين رقبه ريتشارد وبتحاول انها تنهي حياته. فبتفتح إيريس الباب وبتنزل منه بسرعه بعد ما اخذت اللعبه بتاعت ماسيو معاها. فبيفتح ريتشارد هو كمان الباب وبينزل عشان يتكلم معاها، وبيتريق عليها وبيقول لها هي ليه رافضه اللي هو بيعمله فيها، وهي بنفسها من شويه كانت عايزه ترمي نفسها من فوق الجبل عشان ترتاح. وبيطلب منها تعتبر نفسها عملت كده وتستسلم ليه، لكن إيريس بتتجاهل كلامه وبتمسك الاداه الحاده علشان تدافع عن نفسها بيها. فبيضحك ريتشارد عليها وبيقول لها انه خلاص الوقت فات، وبيحاول يقرب منها فبتستغرب من كلامه لحد ما بيطلع لها حقنه، وبيعرفها انه حقنها بيها وانها مرخي قوي للاعصاب، وبيخلي جسمها كله يتشل حتى صوتها مش هتعرف تطلعه. وبيعرفها ان مفعول الحقنه دي هيشتغل واحده واحده خلال تلت ساعه، ولما تخلص التلت ساعه هتكون وصلت لاقصى مرحله وهي اللي قالها عليها. فبتتصدم إيريس من كلامه وبتفضل تجري في الغابه علشان تهرب منه. واثناء ما هي بتجري بتحس ان مفعول الحقنه بدا يشتغل ومش عارفه تتحكم في رجليها، ولحد ما بتقع على الارض. فبتستخبى بسرعه بين الشجر علشان ريتشارد ما يشوفهاش، لكن النمل بيتلم عليها وبيدخلوا جوه مناخيرها فبتصرخ. وفي الوقت ده ريتشارد بيكون قريب منها، فبتنط بسرعه في الميه وبتسند على جذع الشجر علشان توصل للناحيه التانيه من البحيره. وبتكون مش عارفه تعوم لانها مش قادره تتحكم في رجليها. وبتطلع من الميه وبتبص في الساعه بتاعتها وبتلاقي ان التلت ساعه اللي ريتشارد قال عليها عدت، وبتكون مش عارفه تحرك غير جفن عينيها بس. في الوقت ده راجل عجوز اسمه ويليام بيقرب منها
وبيقرب منها وبيسألها ايه اللي وصلها هنا وليه نايمة كده. فمش بتعرف ترد عليه لأنها مش قادرة تتكلم خالص، لكن لما بتحرك جفنها بيعرف إنها سامعاه، وبيعرفها إنه هياخدها معاه الكوخ بتاعه وهناك هيطلب الشرطة تيجي، وبياخدها على هناك فعلا وبيدخلوا جوه. وفجأة الباب بيخبط فبتخاف أريس، وبتعرف إن اللي بيخبط هو ريتشارد. ولما بيروح يفتح بيلاقي ريتشارد، وبيكون شكله مبهدل من الضرب اللي أريس ضربته له، وبيكذب عليه وبيقوله إنه عمل حادثة هو ومراته من شوية، وللأسف فقدها ومش عارف هي راحت فين، وتليفونه ضاع في الحادثة. وويليام بيعرفوا إنه هيطلب لهم الشرطة علشان تيجي تساعدهم، لكن لما بيدخل جوه ريتشارد بيدخل وراه وبيفضل يدور على أريس في الكوخ، وبيعرفوا ويليام إنه هيطلب له الشرطة علشان تيجي تساعده. لكن لما بيدخل جوه ريتشارد بيدخل وراه وبيفضل يدور على أريس في الكوخ لكنه مش بيلاقيها، وبنشوف أريس وهي تحت الكنبة وبنعرف إن ويليام هو اللي خباها. وبيبدأ ريتشارد يمثل عليه وينهار من العياط قدامه بسبب إنه فقد مراته ومش لاقيها، لكن ويليام بيكون متأكد إنه بيكذب عليه، وبيفضل يسأله شوية أسئلة عنها. فبيعرف إنه بيحبها جدا ومش بيقدر يعيش من غيرها، وإنه خايف أهلها يلاقوه قبله، وساعتها هيدخلوها المصحة لأنها مريضة نفسيا بمرض نادر جدا. فبيسأله ويليام عن أعراض المرض ده، فبيقول له اللي بيتصاب بيه بيفقد السيطرة عن حواس أطرافه ومش بيعرف يعمل أي حاجة غير إنه يحرك جفن عينيه بس. فبيبدأ ويليام يصدقه وبيقول له أنا هصارحك بالحقيقة وهقول لك على مكانها. وفي اللحظة دي أريس بتكون خايفة كده لحسن ويليام يسلمها ليه، وفجأة تليفون ريتشارد بيرن. فبيتفاجئ ويليام ويكتشف إنه كان بيكذب عليه في كل الكلام اللي قاله، لأنه عرفه إنه فقد تليفونه في الحادثة. فبيتوتر ريتشارد وبيقول له إنه مش مركز خالص في الكلام اللي بتقوله، وما خدش باله إن التليفون معاه، وبيسأله عن مكان أريس. فبيقول له ويليام انه مش عارف مكانها لكنه كان ناوي يدور عليها معاه. فبيتعصب ريتشارد عليه وبيقول له عربية العشب موجودة هنا والمفروض يسيبها في الكوخ المزرعة لانه كان لسه بره من شوية، وبيهجم عليه وبيفضلوا هما الاتنين يضربوا في بعض. وويليام بيكون قوي جدا على عكس ريتشارد اللي كان متخيل، لكن ريتشارد بياخد أداة حادة من على الأرض وبيطعنوا بيها، وويليام بيتصاب في رجله وبتتشل حركته، وبعدها بياخد البنزين يغرقوا بيه الكوخ وبيولع فيه قبل ما بيمشي. في نفس الوقت أريس بتكون قدرت تحرك صوابعها وبتمسك خيط الستارة اللي على الشباك وبتحركه علشان ريتشارد يشوفها ويرجع تاني. في الوقت ده ريتشارد بيكون ركب عربيته وخلاص هيتحرك، لكن بيلاحظ ان الستارة بتترفع فبيرجع تاني للكوخ وبيخرجها منه. وطول الطريق بيفضل يزعق معاها على اللي عملته، لكن تليفونه بيرن فبيرد، وبنعرف انها اوليفيا بنته وبتقول له انها نجحت في المدرسة وجابت كمان درجات كويسة جدا، وعشان كده قررت تيجي هي وامها الكوخ علشان يحتفلوا معاه بالنجاح. فبيرفض ريتشارد انهم يعملوا كده وبيطلب منها تدي التليفون لامها. ولما بيكلمها بيعرفها انه عاوز يقعد الفترة دي لوحده من غير ما حد يزوره، وانه هيرجع البيت قريب ووقتها هيحتفلوا مع بعض. فبترفض وبتقول له انها خلاص جهزوا حاجتهم وهيكونوا عنده خلال كام ساعة لانه عايش في الكوخ ليه فترة كبيرة وبقى متردد عليه دايما. فبيقفل ريتشارد معاه وهو متضايق جدا. اما أريس فبتكون مصدومة من اللي حصل، وبتعرف انه بيخلص على ضحاياه في الكوخ ده. وبيفضل ريتشارد سايق بيها العربية لحد ما بيوصل له البنزينة، وبينزل يدخل يجيب حاجة. في الوقت ده أريس بتنجح في انها تبعد حزام الامان عنها، لكن مش بتقدر تعمل حاجة تانية. وفجأة في ولد بيقرب من الشباك وبيفضل باصص عليها لحد ما امه بتيجي تاخده علشان يمشوا، وبتقول له ما يقربش من العربيات حد تاني. لكن بتلاحظ ان أريس جوه العربية وحالتها صعبة جدا، وبتحس انها واقعة في مشكلة كبيرة. وفي نفس الوقت ريتشارد بيوصل وبيركب العربية وبيمشي، والست دي بتكون مراقباهم وبنعرف انها اخدت رقم العربية واتصلت على الشرطة وبلغت عنهم. وبيفضل ريتشارد سايق لحد ما بيوصل للمكان اللي ساب فيه عربيته، وبينزل يربط العربيتين ببعض عشان يسحب عربيته بعربية أريس. في الوقت ده الضابط بيوصل عنده وبيسأله عن سحب العربية، فبيكذب عليه وبيفهمه ان عمل حادثة هو ومراته لانها كانت سايقة وهي فاقدة الوعي بسبب الممنوعات اللي بتتعاطاها، وبيمثل انه زعلان جدا عليها. ولما الضابط بيطلب منه الرخص بيديها له بيكون اسمه أندرو، وبتكون الرخص منتهية من زمان. فبيروح الضابط على عربية أريس علشان يشوفها، وبيفضل يتكلم معاها لكنها مش بتقدر ترد عليه. وقبل ما بيمشي بتتكلم معاه وبتطلب منه المساعدة. فبيبص على تابلو العربية وبيشوف الحقنة اللي ريتشارد حقنها بيها، فبيتأكد ان الموضوع اكبر من كده وان ريتشارد كذاب. وفجأة ريتشارد بيهجم عليه وبيفضل يضرب فيه لحد ما بينهي حياته، وبعدها بيولع في العربيتين بتاعته وبتاعة الشرطة، وبياخد أريس في عربيته وبيمشي. وفي الطريق مفعول الحقنة بيبدأ يقل، وبتقدر أريس تتكلم وبتقول لريتشارد انه كده بيدمر حياته بنفسه وهو مش واخد باله، وبتنصحه يبعد عن كل ده ويروح لمراته وبنته، وان كل اللي هو فيه ده بسبب فقدان خطيبته اللي ماتت زمان. لكن ريتشارد مش بيهتم بكلامها، وبيعرفها انه ناوي يخلص عليها بطريقة مختلفة بعيد عن الاسلوب التقليدي اللي استخدمه مع كل ضحاياه. وبياخد أريس وبينزلوا للقارب اللي مستنيهم، وبيكون مجهز حبل علشان يربطها بيه ويرميها في المية. فأريس بتلاحظ ان في سكينة في جيبه اللي وراه، وبعدها بتنادى عليه وبتطلب منه يجيب لها اللعبة بتاعت ماسيو علشان تشوفها قبل ما تموت.
وفجأة أريس بتشد السكينة من جيبه وبتطعنها بيه في وشه، فبتتحرك أريس بسرعة بالقارة وبتنجح في إنها توقعه في المية. وبعد شوية بنشوف إيريس وهي خارجة من المية بعد ما مفعول الحقن اختفى من جسمها، وبتفضل تعوم لحد ما بتوصل للشاطئ. وهناك بتشوف ريتشارد بيطلع في الروح، فبتعرفه إنها مبسوطة باللي عملته فيه لأنه يستاهل أكتر من كده، وبتشكره لأنها خلاها تحس بقيمة حياتها. ولحد هنا بينتهي الفيلم، فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده علشان يوصل لكم أقوى ملخصات الأفلام.